الأمير مولاي رشيد يترأس بمكناس افتتاح الدورة 18 للملتقى الدولي للفلاحة. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد اليوم الاثنين بمشوار الستينية صهريز السواني بمكناس حفل افتتاح الدورة 18 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 20 إلى 28 أبريل الجاري، تحت شعار استدامة الإنتاج الحيواني والسيادة الغذائية. ويجسد افتتاح صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد لهذا الملتقى العناية السامية والرعاية الموصولة التي ما فتئ يوليها جلالة الملك نصره الله للقطاع الفلاحي، كما يعكس الالتزام الراسخ للمملكة تحت قيادة جلالته لفائدة الرهانات والتحديات المعاصرة المرتبطة بالتنمية المستدامة والتغيرات المناخية والأمن الغذائي. ولدى وصوله استعرض صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية قبل أن تتقدم للسلام على سموه صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بدر بنت عبد العزيز آل سعود، المديرة التنفيذية للمجلس الدولي للتمور ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووالي جهة فاس مكناس، ورئيس مجلس جهة فاس مكناس، وعامل عمالة مكناس، ورئيس مجلس العمالة، ورئيس المجلس الجماعي، ورئيس جماعة المشور الستينية. كما تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة فاس مكناس، وباشا المشور الستينية، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، ومحتضن الملتقى، ورئيس فيدرالية غرف الفلاحة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والمندوب العام بالنيابة للملتقى. وفي مستهل هذا الملتقى قام صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بتسليم شواهد الاعتراف بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة إلى رؤساء تعاونيات وتجمعات فلاحية.